يقول عندي 1700 مقاتل، قعدوا حاسبوه قولوا له ولا 1700 مش على الركاض، شو ما شفنا منهم ولا واحد الا اتصل بينا رائد الجبوري واحمد الكريم ياكدون انه 200 واحد ويا يزن ابن مشعل ركاض، ذولا يقول لك هذول موجودين بالاماكن اللي بيها الحواسم. ايش يسوون؟ الواحد اللي يبوق له تاير، وواحد يبوق له تشفشير، وواحد اللي يبوق له ثلاجه، وواحد يبوق له مجمده، والباقين وين؟ وهذا ما يخلينا نشك، لانه مشعل راح نجيب بعد شويه مشعل ركاض كلها يحبونه، من هم القاعده يحبونه، اخوانه واصدقائه، والحواسم الجدد اصدقائه واخوانه، واللي يقتلون بالناس من الدواعش اخوانه واصدقائه. هذا يخلينا نشك انه هذا شنو هذا، يعني كل علاقاته ويا هيك انواع من اشباه الرجال، يبدو كذلك. اما شوفه قل له شوفه مال 1700 من قلنا له انت ليش اذا صدق روح البس هدومك وروح قاتل. فزميلنا بقناه آفاق سأله وش جاوب؟ شخص آخر يختلف معه، شو يقول؟ السيد مشعل الجبوري يقول لو كان كلام السيد مشعل الجبوري صحيح يلبس البدلة العسكرية ويروح يقاتل ويا الحشد الشعبي. جاوبني. راح أجاوبك، راح أشوفك رسالة لزيت القائد الحشد الشعبي. أنا رجل، أنا مقاتل، وأقول لك شو كتبت له. أنا كتبت له أول البارحة، قلت له أنا وفلان وفلان. المن دزيت لأبو مهدي المهندس، قلت له أنا وفلان وفلان جاهزين لنذهب لنقاتل تحت أمرتك، وأنا نائب بالبرلمان، لنقاتل تحت أمرتك، جاهزين الآن لننتقل إلى ساحة المعركة. وأنا أهلي وأولاد عمي في ساحة المعركة، وعندي 1700 مقاتل يقاتلون مع الحشد الشعبي. طيب. في ساحة المعركة حاليا، والآخرين ما عندهم ولا 7 جرادي. طيب. أنا النائب الوحيد عندي 1700 مقاتل من أهلي يقاتلون مع الحشد الشعبي حاليا. وللأسف هذا طلع كله كذب، إلا ذول اللي جاي يفترون ويا يزن. للعلم وحتى ما حد يفهمنا غلط، نحن نمايز عندما نوجه رسائلنا للرجال عن للأسف غيرهم. يعني احنا نمايز لما نتوجه بالكلام للشيخ حسان القيسون ولا للشيخ شعلان الكريم عن كلامنا لمشعل ركاض وأصدقاء الجدد. مشعل ركاض البارحة طالع على قناته اللي بفلوس الشعب العراقي، أيضا قناة الشعب أيضا ممولة بأموال الشعب العراقي، أموال حماية أنابيب النفط، أموال عقود المتطوعين للجيش والشرطة، الأموال اللي أخذت كسحت حرام. إذا قناته هي من أموال الشعب العراقي وليس قناته من فلوس الحلال، لا أبدا. يطلع يتحدث عن الأصدقاء الجدد اللي يرحبون به، وهم الحواسم الجدد اللي يسلبون بالناس. شوفوا إيش قال. أنا وقفت عند ناس يبوقون بيوت وأحرقوها، جيت عليهم تعالوا بابا ليش تحرقون هاي البيوت؟ يمكن حكوا معاي بمحبة أو تعاملوا معاي بود كما لم يتعاملوا مع غيري عندما أراد أن يستوقفهم. أنا وقفت عند ناس يبوقون بيوت وأحرقوها، جيت عليهم تعالوا بابا ليش تحرقون هاي البيوت؟ يمكن حكوا معاي بمحبة أو تعاملوا معاي بود كما لم يتعاملوا مع غيري عندما أراد أن يستوقفهم. طيب هذا ما يخلينا نشك إنه ذوله اللي يتعاملون بود مع شخص ويتعاملون بالقسوة مع الآخرين ويحرقون ويسلبون، لهم علاقة بهذا الشخص اللي يودوه ويحبوه؟ ندعو كل أهالي تكريت الكرام أن يفكروا بما قاله هو. لازم يصير تفكير هادئ. هذا الشخص والله زميل المخرج خلينا نعيد، أخاف الناس بعضهم ما استوعبوها، أرجوك أن نعيدها مرة ثانية. إيش قال عن ذول اللي يسلبون وينهبون، شلون تعاملوا وياه؟ وقفت عند ناس يبوقون بيوت واحرقوها، جيت عليهم تعالوا بابا ليش تحرقون هاي البيوت؟ يمكن حكوا معاي بمحبة أو تعاملوا معاي بود كما لم يتعاملوا مع غيري عندما أراد أن يستوقفهم. أنا وقفت عند ناس يبوقون بيوت واحرقوها، جيت عليهم تعالوا بابا ليش تحرقون هاي البيوت؟ يمكن حكوا معاي بمحبة أو تعاملوا معاي بود كما لم يتعاملوا مع غيري عندما أراد أن يستوقفهم. ولهذا دعوة مباشرة من تيار شعبي وطني عراقي من البغدادية، كل واحد احترق بيته من أهالي تكريت لقى بيته محروق أو لقى بيته مسروق، أقيم دعوة على هذا الشخص، لأن هو يعرف من باقك، وهو يعرف من حرق بيتك، ولربما هو أيضا يعرف من اللي دز هذا الفيديو سيارة تمشي
ضمن موكب، قد يكون الموكب إله، قد يكون الموكب اليزن اللي قال رئيس مجلس المحافظة، قال عنده 200 واحد يفترون وياه على هاي البيوت، إلى دور بهذا الموضوع. فلهذا أنا الزميل المخرج والله روح لي على تكريت لقطات هذا الموكب. إذا تنتبهوا لهذا اللي تم الترويج إلى، واحد قاعد بالسيارة يحكي الله أكبر حرقوا بيوتنا. يقول له أنت رجل عود انزل واحمد قاعك، مو قاعد بالسيارة تصور. الرجل يقعد يحمد عود إذا متت ليش الله سبحانه وتعالى يقول اللي مات عن دينه وعن عرضه وعن ملكه شهيد، قاعد جاي يصور لي والله وهاي المدينة وذاك الموكب شوفوه سيارات. وعيد الزميل المخرج وعلي الصوت، الرجل يحمي قاعه مو قاعد يصور الناس. اذا صدق اكو مغرضين يبوقوك انزل دافع عنهن. عيد لهم يا الزميل المخرج. احنا نتجول حاليا بصلاح الدين شارع الزهور، وهذا حشد الشعبي يفرغ المحلات ورا ما يفرغها يحرقها. هاي الحرق بالمحلات مشتغل والفرهود مشتغل. وينك يا محافظ صلاح الدين؟ وينك انت؟ ما كان نزلت انت وهذا الموكب الطويل الماشي ويا يزن مدري ويا مشعان، ما كان نزلتوا كرجال وقلت لهم جاي يسوون؟